انت عايش معانا بس انا مش حاسه باي حاجه. خناقه جديده وحلقه جديده من سنه اولى جواز من حكايتكم. القصه اللي معانا النهارده من راجل كان بيحكي وبيقول ان هو بقاله اكتر من سنه متجوز. هو بيحب مراته جدا، ما فيش ما بينهم مشاكل ولا خناقات ولا كان صوتهم بيعلى ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. ان في مره مراتي قالت لي جمله انا من ساعتها مش عارفه اتعامل ازاي. الجمله دي انها قالت له انت عايش معانا بس انا مش حاسه بيك باي حاجه. طبعا هي جمله صادمه. هو بيحكي فيما معناه، بيقول مش بعرف اتكلم قوي، مش بعرف اعبر عن اللي جوايا، وانا مراتي عكس كده تماما. بس انا طول عمري كنت فاكر ان الجواز ان انا اسعى واشتغل واحاول اخليها مش محتاجه حاجه ولا ناقصها حاجه هي ولا البيت، واللي هي بتطلبه انا بحاول اعمله لها. فما فهمتش قوي ليه ممكن واحده تقول لي حاجه زي كده وانا عامل اللي عليا من كل الجهات. انا عارف ان احنا مختلفين وعارف ان هي بتحب الكلام وبتحب الهزار وبتحب الرغي، وانا بحاول ارد على قد ما اقدر. برد بكلمتين 3 بس بحاول. دي حاجه اصلا تدل اكتر ان انت فعلا مهتم، لان انت حاولت تفهم الجمله دي. عايزه اقول لك في رجاله بتسمع الجمله دي وبتكبر دماغها اكتر بقى، فاهم؟ انا عايزه اقوله لك ان ده بيبقى سوء تعلم، مش حد فيكم فيه مشكله. بمعنى احنا كمجتمع شرقي ما بنتعلمش قوي عن الجواز، وده يمكن سبب من الاسباب اللي خلاني اعمل مدرسه الجواز او سنه اولى جواز او ايا كان. وده اللي يخلينا نوصل ان الرجاله اغلبها فاكره ان الجواز فلوس واستقرار مادي بس، وده طبعا غلط. ان الجواز اكبر من كده واعمق من كده بكتير. فكره بقى تتكلموا مع بعض في ايه وازاي دي محتاجه سيشنز بقى نبقى نبداها سوا. بس اللي عايزه اقوله لك وده انسب حل، انه يا جماعه رجاله كتير فاكره ان انا لو قلت الكلام ده حتى لمراتي هي مش هتفهم. لا بالعكس، هي هتتبسط انك قلت. يعني انت في وقت ما قلت مثلا انا ما بقاش عارف ارد اقول ايه، قول لها كده. يعني لما تيجي تحكي لك حاجه وانت مش عارف، قول لها والله يا حبيبتي انا مش عارفه ارد اقول ايه. عادي، ممكن هي تقول لك، حتى لو قالتها لك مره بقمص وقالت لك على فكره انت ممكن تقول لي كذا كذا، انت لوحدك هتفهم تتكلم معاها ازاي عادي. فدايما المشكله هنا يا اما حته ايجو يا اما حته كسوف منكم كرجاله، انك يعني ايه اقعد اقول لها اللي في دماغي قوي كده. لا بالعكس، قول لها بدل ما تبقى صامت وساكت، لان احنا السكوت بيكسرنا كسره غريبه جدا عن انك تقول انك مش عارف تقول لي ايه.